السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حكاية الكورة مع عمر. تعادل مستفز جدا 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 النهارده بصراحة. مباراة ادتنا كل اللي احنا عايزينه. طرد في أول 20 دقيقة، هدف في أول 30 دقيقة. ما شفتش بقى استهتار، دلع، استسهال أكتر من كده. جماعة ما حدش يكلمني يقول لي التحكيم النهارده مدينا طرد وضربة جزاء وضيعنا الماتش. حتى اقول لك حاجه تاني، عشان بس انا يعني انا زهقت من حته كل شويه نرمي حمولنا على التحكيم. انا دي زهقتني ومش عايز اسمع حد يقول كلمه دعم. انا مش هدعم حد، انا شخصيا مش هدعم حد. ليه بقى؟ اخر سنتين خسرنا فيهم الدوري بنفس السيناريو المهبب على دماغهم. نبقى فارقين في النقط، تعادل في تعادل، محدش هيساعدنا. انت بترفع الضغوط من عليهم، كنت 4 بونت بقوا 2. تعادل كمان بقيت زيهم، هيسهلوا لهم الامر. خلاص انت رفعت الضغوط. انا هقعد كل سنه اخسر الدوري بالشكل ده؟ وانت يا عم قفشه عايز تعيش لي على القاضيه مع نفسك. انت مش كاسر عينينا يا عم الحاج. النهارده انت مضيع على الفرقه 3 نقط بسبب الانا. ضربه الجزاء جت، تاخد الكوره عايز تلعبها عافيه، عايز تثبت نفسك الانا. ده كلام ما يرضيش ربنا. واللي استفزني بقى اكتر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي بيقول ايه بقى؟ بيقول ان هو فوجئ ان قفشه اللي هيلعبها. يا فندم انت دور حضرتك انت مدير فني. احنا كجمهور احنا مش مدربين، كجمهور عارفين ان الترتيب معلول سولية منعم. حضرتك ده ما تنفذش ليه؟ مفيش تعليمات ليه قبل الماتش لكابتن الفرقه السولية لما تيجي ضربة جزاء فلان اللي يلعبها؟ احنا بنهرج. محدش يقول لي بقى ما نذبحش، ما ننتقدش، ما نعملش. مش هطبطب، انا مش هطبطب. انا خسران الدوري سنتين بسبب الطبطبه وكلمه دعم دعم دعم. انا مش هدعم حد. اللي عايز يلعب كوره لو مش عايز يقول في 60 داهيه. ايه مستوى شريف ده؟ ايه مستوى شادي؟ ايه مستوى الشحات؟ ايه مستوى قفشه؟ ايه مستوى سافيو؟ ايه المستويات دي؟ انا مش فاهم في ايه. الشناوي مالك فيك ايه؟ هتقعد تقول لي بتهدم في الفرقه؟ يا عم ما بهدمش وبقالي سنتين بدعم والنتيجه والمحصله صفر. هقول لك ايه يعني؟ المحصله صفر. مش فاهم انا. انتوا فاهمين الدعم غلط يا جماعه. دعم دي يعني ايه؟ انا النهارده ابني بيعمل غلط، افضل ادعمه وهو بيعمل غلط ولا اشد عليه واخده على الطريق الصح وبعد كده ابدا ادعم فيه؟ لكن ما ينفعش ادعمه وهو غلط. اقول له انت غلط في وشك. اللي بيحصل ده تهريج. هتضيع لي المره الثالثه. هبسطها لكم ببساطه. انت فارق 4 بونت والزمالك بيلعب تحت ضغط عصبي، كل ماتش عايز يلعبه متوتر جدا عشان انت فارق 4 بونت. احنا بقى عملنا ايه بقى؟ سهلناها وخسرنا 2 النهارده. التحكيم يلعبها معاك في ماتش تاني سويت في النقط. هم مش محتاجين بقى حاجه اكتر من كده. هو الفار بقى والاحتواء هيشتغل ونعيد الفيلم تاني ونيجي اخر الموسم يا جماعه ادعموا. لا مش هدعم. حتى واحنا بنكسب في لغز في الفرقه. الشوط الاول بتأدي اداء كويس، الشوط الثاني الاداء مش كويس. نفس المشكله اللي كانت مع موسيماني هي اللي موجوده مع كولر. المشكله مش في المدربين بقى ولا ايه؟ المشكله في اللعيبه. شوط وشوط، شوط وشوط. طب ايه وبعدين هنروح فين؟ انا عايز افهم بس عشان انا تعبت. يعني انا يعني انا مش لاقي حاجه اقولها. بس كل متغاظ منه كلمه الدعم محدش يذبحهم. احنا السنه الثالثه على التوالي اهو الدوري هيضيع بسبب كلمه دعم. دعم مين؟ عم قفشه قلب لي وشه عشان قاعد على الدكه. انت يا عم ما اشتريتناش. امال ابو تريكه يعمل ايه؟ راح جابها من قلب تونس. لما انت قلب لي وشك واشتريتنا، انت ما اشتريتناش يا عم. انت النهارده اللي عملت فينا كده. تاخد ضربه الجزاء ليه؟ انت اصلا ضربات الجزاء مالكش فيها.
وكلنا عارفين كده. بتلعبها ليه؟ سولية شدتها له ليه؟ انت مش كابتن الفرقه في الملعب؟ المدرب انت مش قال للعيبه تعمل ايه في الملعب؟ الناس دي تعاقب كلها. انتوا فاهمين ان الموضوع سهل كده يعني؟ ان انت تخسر 2 بونت في ماتش بيقول لك والنبي اكسبني، والنبي اكسبني. يعني الماتش بيقول لك والنبي اكسبني. اداك كل الامتيازات اللي تكسبك الماتش. تلعب ناقص لاعب، طرد منهم لعيب، جبت جون في وقت مناسب جدا. الماتش الملعب بيقول لك يلا اكسب، إيه انا عايزك تكسب وانت مش عايز تكسب. برود في اللعب، استهتار، لا مبالاه، استسهال مباراه. ايه ده؟ في ايه مالكم؟ شبعتوا كوره اقعدوا في بيوتكم. انا مش انا اصل ايه بقى؟ اصل هي الموضوع كده بدانا نطلع عن شعورنا. اللعيب اللي شبع كوره متشكرين. وانت يا عم كولر، انا بصراحه ربنا يعني مش يعني بص، هو ماتش السوبر عشان كان مع الزمالك مهبطنا عليك شويه. انا مش شايف اداء في الفرقه، مش شايفين لعب. ماتش نخطف جولين، الشوط التاني نتمسك ندعك. طب وبعدين؟ هو انا الاهلي ده هيفضل هو الجيل دوت بيلعب شوط وشوط؟ مش عارف، انا ما اعرفش. انا بصوا، انا مش طالع احلل الماتش، بس انا اتحرق دمي فطالع انا مفيش كلام معاكم. اللي عاجبه كلامي على عيني وراسي، واللي مش عاجبه كلامي برضه على عيني وراسي. بس هو ده يا جماعه، دي وجهه نظري. قفشه عاجبك يا عم تلعب على الدكه كده، عاجبك مش عاجبك غور في داهيه. انت ما بتثبتش نفسك على حسنا. ايه شغل العيال الصغيره دوت؟ تاخد الكرة عايز تلعبها انت، كلنا عارفين وانت حطيتها ان هي هتضيع، اقسم بالله كلنا عارفين ان هي هتضيع. ايه الاستفزاز ده يا عم؟ نخرج بقى من المود بتاع المباراة دوت لما نشوف اللي جاي هيبقى شكله ايه. وفي بقى يعني هختم بقى بحاجة كويسة. نادي الاهلي بفضل الله في كأس العالم للأندية. القرار ده ينطبق عليه قول الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اتحاد الكورة بتاعنا بهنا ابو ريده بزمانيته خبوا الخطاب عشان الاهلي ما يفوزش بكاس العالم للانديه، ما يفوزش ببطوله افريقيا، وبالتالي ما يروحش يشارك في كاس العالم للانديه. خططوا وتعبوا وعملوا وزوروا ودلسوا، لكن يريد ربنا سبحانه وتعالى انها تيجي من عنده، والمغرب تنظم البطوله ويشارك الوداد بصفته الدوله المضيفه ليس البطل، ويشارك الوصيف في البطوله. ده اكبر رد من ربنا على الفسده والظلمه والمدلسين. ونتمنى ان الاهلي ينقل صوره مشرفه عن افريقيا والكره المصريه في البطوله. ونتمنى في يناير يكون في تدعيمات قويه بجد، راس حربه قوي. النادي الاهلي محتاج راس حربه قوي. الناس الموجوده حاليا يا جماعه مشطبه كوره يعني. انا ما شريف مش عارف في ايه بقاله كده من يوم ما راح مع كروش. شادي حسين انا من ساعه ما جه قلت هو ليس على مستوى الاهلي، وكان الافضل ليا بالنسبه لي انا بقاء ياسر ريان، بس خلاص الخيره فما اختاره الله. لكن وصلنا في الاخر ان احنا محتاجين مهاجم. المهاجم يقدر يشيل فانيله النادي الاهلي، واتمنى ده يحصل قبل كاس العالم للانديه يعني. نيجي بقى ايه لاخواننا الزملكاويه. انا بس يعني هرد عليهم في حاجه عشان الموضوع اتشار كتير قوي. بيقول لك ايه بقى؟ هو ازاي بطل الدوري ما يشاركش والتالت يشارك؟ طب يا أفف في 60,000 دولة أفريقية معانا في القارة واخدين الدوري. طب ليه حضرتك وهم لأ؟ ليه حضرتك؟ ليه مش الترجي؟ ليه مش بطل بنين؟ ليه مش بطل بوتسوانا؟ ليه مش بطل الكاميرون؟ ليه مش بطل الجزائر؟ ليه حضرتك يعني؟ مش فاهم. ليه الزمالك المصري؟ يعني عشان ما خدش البطولة مثلا من 2002 عشان كان حصلت مجموعته؟ ما انا بس عايزين اللي بيتكلم مجنون والمستمع ايه؟ عاقل. ليه انتوا؟ هي انا يعني ده بقى يعني ده السؤال ده بيجاوب على غبائكم. ليه انتوا؟ يا حبيبي لوائح بتقول لو الدولة الفايزة بالبطولة
الفريق اللي فاز بالبطوله هو اللي هينظمها وصيفه ويشترك. انا وصلت نهائي البطوله، حضرتك كنت حصلت المجموعه، اؤمر بليله والله فعلا، اقسم بالله بليله. فانا حتى يعني بعيد بقى عن اللائحه، انا جبتها لكم اهو. سيبك من اللائحه ما بتقولش يا عم. انت عايز تشارك بصفتك بطل الدوري، طب ما في فرقه ثانيه بطل دوري ببلدها، ليه هياخدوا حضرتك؟ ليه بقى؟ ليه ياخدوا حضرتك؟ عشان خرجت من دوري المجموعات حصلها؟ عشان اخر مره خدتها 2008 2002؟ ما ليه انت؟ يعني انا مش فاهم يعني يشوفوا الوصيف ويشوفوا الفرقه اللي وصلت المربع الذهبي والكلام ده، ويجوا بقى اللي خرج حصلها في مجموعته عشان هو بطل الدوري. والله. فالنبي احنا عايزين بس كلام ناس عاقله، عشان احنا ايه؟ اصحاب مرض وفين اللي مكفينا. هتتكلموا كلام ناس عاقلين، هتبعدوا عننا بجنانكم دوت. النادي الاهلي الماتش الجاي عنده ماتش صعب مع فاركو، والزمالك عنده حرس الحدود مباراه سهله مضمونه. هنشوف بقى هنقدر نحافظ على فرق الاتنين بونت دول، ولا هنتساوى معاهم في النقط، ولا بقى لا قدر الله بقى هم يتفوقوا علينا بنقطه. ما انا مش فاهمكم يعني، فاهم انا يعني. فربنا يستر. اتمنى الناس تفوق، واللي شايف نفسه كبير على الدكه في الاهلي يتفضل يتكل على الله. هو الاهلي احنا كده، مش هنقف على حد. اللي شايف نفسه كبير على الدكه يتفضل يتكل على الله. واتمنى من كل قلبي توفيق للاهلي في المرحله القادمه، وربنا يكرمنا في الماتش الجاي لانه مهم جدا 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 نفسيا. مباراه فاركو، مباراه التقيله الصعبه البايخه، فريق بيقفل كويس جدا. نكون رجاله بقى ونقف على رجلنا ونحافظ على فرق الاتنين بونت دول، يبقى في كلام تاني بقى ويبقى الموضوع يعني. وما بحبش ان الامور تتدربك قبل كاس العالم. انا ما احبش ان الامور تتدربك بينا قبل كاس العالم. واتمنى النادي الاهلي التوفيق في كل ما هو قادم. واعذروني يا جماعه على الانفعال اللي اتكلمت بيه، لان انا بصراحه متضايق وشايف سيناريو البطولتين اللي فاتوا بيتكرر تاني بنفس الاستهتار، بنفس اللعيبه، بنفس الاعذار، بنفس انا يعني. فاعذروني، واتمنى ان شاء الله الخير كله للاهلي في الفتره الجايه، وتصبحوا على خير. سلام عليكم.